السلام عليكم ورحمة الله. أشرف تحلوج أو تدقوس. التشكيلة بتاعت رمضان، صينية رمضان من البداية. يعني لما تكون في تشكيلة جاتك زي التشكيلة دي، انت معناها يومك نفس. ما انت لازم تقرا الملعب من قبل ما تقعد. ما خليك حريف. يعني بعد ما الناس ترص الصواني، انت من البداية لما تيجي تقعد في الفرشة في الشارع، افطار برا مع الناس، ما تقوم تقعد لك في حته واحده. من البدايه حاول تنقل، مره اقعد تونس مع ده، مره اقعد تونس مع ده، وبعدين يعني انت بتكون عارف محل الصينيه بتاعتكم، المائده بتاعتكم بتقعد وين، محل بيحطها وين. فانت بتكون عارف تشكيله بيتكم. اليوم ذاك بتكون انت عامل كل الخطط التكتيكيه. ما يعني فاجمل خطه للحكايه دي انك لما تطلع ما تطلع متوضي. يعني دي ما برضو من التكتيكات. الوضوء طبعا ما قال لك تتوضا قبل الافطار ولا قبل الاذان ولا بعد الاذان. راحتك، ما احذرك ما تطلع متوضي جاهز، عشان دي بعدين دي المراقه بتاعتك، الناس اللي بتلعب ويستعرف الكلام ده. فالمهم انت الصواني دي بتيجي بتتختى في صينيه، بتتختى الرب يعني من الصوت. انت كمان اذانك تكون خفيفه في صينيه بتتختى كشه. دي انت برضو لازم تحدد النوم. بعدين برضو تكون يعني تحسب الصحانة. في القصة بعد ما الصواني تتختى، فالناس طبعا احنا نحن لما بنطلع برا يعني ما اي زول لازم ياكل سنيته وكذا. فالناس بتتبادر يعني. فانت اول ما الصواني انت عارفهم 7 صواني فلان علان علان علان، اول ما تخطط اخر صينية طوالي تجري، انت الوقت داك يا اما بتكون قاعد تتوضا يا دوب، يا اما تكون عايز تتوضا. فالمهم تتوضا سريع سريع، ما تكلفت، لازم تتوضا وضوء بأحكامه بسننه بحاجاته بفرايضه، يعني ما تجلبغها ساكت. فبعد ذاك تقوم على حيلك، تعاين يمين شمال يمين شمال. يا حبذا الموبايل كمان لو في أذانك. أي لا لا، أي لا خلاص والله باقي لنا يعني 5 دقايق. أيوة. طيب ما تيجي تصفر معانا يا أخي. أنا تعرف الفرق بيناتنا 12 ساعة. ايوه. نظام بيتكلم له زول في امريكا، فالناس هنا بتحترمه زي الزول الشبعان لما يجي يقول الفاتحه الناس يقول لا تشيل الفاتحه. فبعد ده تبدا التكتيك، نظرات سريعه، رادار، شيو شيو شيو. الحتات اللي بتكون فيها مثلا في ناس بتركز على الفول، سبحان الله، والبيض المحمر العدس، دي الحاجات، والجكوكا ولا لا 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 العصاير طبعا. يا اخوان عصير المانجا المخلوط تقيل ده نمبر 1. فالياما دي كمان برضو الفراولة المخلوطة دي، يا سلام اللهم إني صايم. فالتكتيك بعد ذاك بتشوف الصينية الحلوة الممتازة، التشكيلة الرائعة اللي بيكون مكتملة العناصر الغذائية، فيها راس حربة، فيها الكون، فيها الكوتش بتاعها، فيها تكون عالم مكتمل. صينية تكون أبعد من صينيتكم. أيوة. فأنا حسي دي صينيتي يعني. والله انا باخدها وبجري، انا ذاتي بتخارج من القصه دي. فبتوضى بعد ما الصواني تتختى. طبعا اغنية حتكون جديدة حيغنيها محمد كرفتة ان شاء الله في الايام الجاية، ونعمل لها اللحم والبروفات. صينية زي دي انا حافظ، انا لانه دي تشكيلتي، انا حافظ الصواني العتيقة. الصينية اللي لها طول دي انا حافظ حاجاتها. اما الصينيه زي صينيتي دي اللي هي بقول لها ناشئين، لان ذاتها ما درجه. ما في صواني درجه اولى ودرجه ثانيه وثالثه، وفي الممتاز. كرة قدم بالمناسبة، انت لما بتدرتم في اللقمة دي كأنك انت ما بتغازل في الكورة وتحرز هدفا. فالمربوطة الصينية المعروفة، في ناس في الحلة أكيد شغالين بنفس التشكيلة دي، وتشكيلة ثابتة. يعني مثلا مما تلقى صحنين كده وصحن مغطى زي ده، ما تفتحه.
الصحن الأساسي بتاع يعني رأس الحربة بتاع الصينية أو المهاجم صحن قراصة ومغطى معناها قراصة. فالقراصة دي يعني حتكون يعني مثلا قراصة مثلا بلحم محمد، ما يا ملحويكة يا تقلية يا روبة، فأحذرك. وصحن برضو زي ده حيكون بليلة، بليلة وحبات تمرات. التمرات دي ذات يعني زي بلحات كده بيكونوا مفجخات، يعني قبل ما تشيلها بتكون مفرجخت، يعني إنها ليها مبلولة ليها 7 يوم ولا 8 يوم. فالناس بيكونوا بلوا التمر وشربوا مويته وجابوا لك القصة دي. فالضبان ذاته مع الزبنة، الضبان طبعا يعني ما عنده قضية بأذان بس في حال، فحيكون صحن بليلة حتى لو مغطى أو ما مغطى. طبعا في حاسة سادة، يعني أنا الصحان المغطية دي أنا بعرفها ليك. هو يعني هسي هاي ما بس يا هو صحن قراصة. القراصة ذاتها بتكون لها فترة يعني ذات، بعدين أنت لما تحاول تقطع في اليوم يعني في مشكلة. حيكون حراسة المرمى طبعا البليلة، راس الحربة بتاع الصينية المهاجم اللي هو تحية للقراصة يا أخوان. لكن مرات عصيدة يعني. هو الصحن ده مخيف جدا جدا، يعني هو بيلعب على اتجاهين، نادر ما يكون كسرة، ومرات بتتخدع بيكون فتة بتاع العدس، انت تكون جريت فتة منه بيجي واحد بيفتح بيلقى يعني حظك اليوم. فالرصة بقت معروفة، لقمة بيروب مثلا، حراسة المرمى قليلة بلح منتهي مفجخ، أو قراصة ببيكة قليلة ببلح منتهي، أو والله المهم في هذه الفصاد في هذه الحدود سلطة يا أحلى للسلطة. تحية ليك يا السلطة، بقيتي ما في بقيتي غالية وبقيتي عزيزة عليها. فدي رصة الصينية. أما العصاير، ففي يعني أنا مرات بقوم بتضارب، بقوم بشيل 3 لكوك أو جك من، يعني الناس بيقولوا الزول ده جايب لنا 3 عصاير. ف مليان الجك الأول وهو ثابت. والله يا أخوانا الجك ده شربتوه ما شربتوه أنا ذاتي ما بشربه، بعدين بجيبه بخطه في الثلاجة وبكرة تاني حيجي في نفس الرصة. اللي هو جك الكركديه يا أخوانا. التحية لك يا الكركديه. طبعا أنت لو زعلان من زول تديه كوباية كبيرة من الكركديه ده حيجيه وهو بيفرش طوالي، احتمال يفلسع أو يتوفى. فجك الكركديه يعني لو ذاته نقص بسيط بديه مويه، بتمه مويه. والسكر لما كل ما يكون مسيخ يا اخواني بيكون صح يعني صحي وعافيه يعني الكلام ده يعني حال المسيخ يا اخواننا. بتشربوا جك الكركديه ده في التشكيله. وطبعا ديل الباكات ديل اللي هو يعني انت جاي مثلا عند على راس الحربه والكده بيكسرك. فده الباك الجميل بتاع يعني القشاش، ما تجي ما يعني شفت تجي مره كركديه ده. فلا دائما بيكون لياقته فل يعني بيكون مليان. والزول ذاته لما يلقاه هو كركديه بيملى ليك الكوبايه طبعا ما يعني جيت ماشي بوشك ما في طريقه. اما الباك الثاني ده طبعا ده مهم جدا. كده يا اخواننا عندنا باك يمين، ايوه باك يمين وباك شمال. الباك الشمال ده يعني ده تمارينه من بدري من قبل رمضان ب4 شهور. انت بتكون شام ريحته في الحله كلها. اللي هو شنو؟ الابري. التحيه للابري ما ده اصلا يعني ما بتقدر تمر منه نهائي. ودائما انا بدي عليه تلجه، ودائما بشرب منه كوبايه واحده، والتلجه بتقوم تسيح بتعوض الكوبايه. بقوم برجعه الثلاجه هو صاحبه بدخلهم في الكونديشن ده يقعدوا تمام، عشان بكره تاني حيكون نفس الماتش ونفس المباراه بنفس هذه الكيفيه. بيجي في الصينيه بيقعدوا شربت حتشربوا. اما الاخير ده طبعا الجك لما تشوفه شيء كده وبتاع هنا جت مويه اصلا تما مويه ذاتها. فكده التشكيله دي ساتر ساتر تشكيله اكتملت. اللي هو عندك جك الكركديه، جك الابري،
وجك الموية، وعندك صحن البليلة، وعندك الصحن الأساسي بتاعك سلطة ما في. عندك مرات كوكبة دي برضه ما بنسويها لأنه آخر تعميلها طعمية. أنت تجيب البليلة العدسية دي ما يعني ما تديها ملح، خليها مسيخة عشان اللي بيشيل منها تاني ما يجي بالاتجاه ده، يعني نهائي يلعب في حتة تانية عشان الصحن ده حيخش. أما الحاجة اللي بتعوق ذاته إنه الصحن الكبير ده هو لازم يتغير. فهو شنو انتهى مثلا، كان مثلا لقمة بملاح حروب، أكلتوه ما أكلتوه نحن حنتعشى به هاي لكل العشاء وكده. بعدين تاني في عندي نظام جميل جدا، نظام يعني الصينية بتاعتي دي لا بخاف على عدتي. قلت الكباب وين؟ خلاص الكباب من جو بخاف على عدتي يعني ده المغرب الزين. الناس الشال له لقمة من هنا والشال لقمة من هنا والشال له كوباية من هنا ولقمتين ثلاثة من هنا ونص العصيدة دي انتهت، أول اللقمة انتهت أو نص البراسة انتهت. فمجرد في صلاة المغرب يعني في خط برضه في تكتيك جميل عشان تحافظ على طاقة اللعيبة ديل. فمجرد ما تصل الفترة بتاعت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طوالي بستلم الصينية وين البيت طوالي سريع. لأنه في الكجامين ديل بعدين ديل بيكون أصلا في البداية سلكوا، فهديل لو لموا في الصينية دي والله يا أخي الكركدة ده ما بخلوا والأبرة ما بخلوا. والموية أصلا بتكون الجاك بتملى 3 4 مرات من الموية، وبكون مسح عليك راس الحربة وحارس المرمى. يعني حترجع صينيتك دي ما محتاجة غسيل ذاته، حتكون نظيفة جدا. فطوالي بعد الصلاة طوالي بستلم الصينية وين بديها جوا. فالناس بتقوم يا أخي بيقولوا الناس دي المساكين، واحتمال بيكون راجين باقي الصينية وكده. يعني طبعا الشعب السوداني شعب جميل وطيب وظريف وسكر. ف واحد بدق الباب يعني الدنيا صيام. فبعد ما أود الصينية فممكن تاني تجي تطلع بنفس التليفون وتتكلم اي لا لا والله خلاص افطرنا والحمد لله وكده وبتاع. لا بس كان معانا ضيف جوا وهو خجول شوية اي والله، فاضطريت انه رجعت له الصينية ابى يفطر معانا، مع انه الفطور برا، الافطار برا في الشارع جميل في واجهه. وانت شنو مع كلامك ده تكون ماشي عليهم تاني وبتاع هناك يا أخي لا، أثناء ما دار تجي لازم يكون في حنك تاني عشان تقدر تقعد وتاني تقعد تهاجم تشتغل يعني ضربات جزاء ترجيحية اللي هي بتكون بعد صلاة المغرب في الصواني الجميلة الثانية. يعني انت بتكون متعاين هناك يجيك جوافة تقيل وجاي في يجيك أبرش لا، المهم بتختار يعني الكونجليز التحية له برضه تلقى هناك في باقي بيض محمر كده مع في وش الفول، وهناك في لحمة محمرة مع انه يعني اللي يكون في سماية وكده. وتيجي تقعد وتسلم على زول مع انك سلمت عليه وين انت والله انا قبل يا خلي اليوم ده كان حار، يوم حار كده هو حيكب لك عصير والله كان في جوعة خفيفة حيمدلك الصحن بتاع البليلة. لا والله يا أخي يا الله يا أخي، لكن أنا ما بتذكر كسرتكم دي ما رهيبة بيمد عليك بتملك الشك. بعد ما مشيت التراويح العشاء ما مشيت، لكن لازم تمشوا لأنه التراويح طبعا برضه مهمة جدا. وكانت حلقة جميلة وتكتيك، الدنيا سخنت الشمس مرقت. كان معكم أشرف سحلوي، السلام عليكم.